أعزائي المشاهدين، هتابع معاكم النهارده ببرنامج اللي بعمله على قناه يوم في حياه معلق. مباراه النهارده مع الاهلي والمصري ببداها معاكم بالطريق زي ما انتم عارفين، وانا دلوقتي في منطقه الجيش في استاد برج العرب الجميل. انتظروا معايا لقطات من هذه المباراه. ببدأ معاكم رحلتي النهارده لمباراة الأهلي والمصري، وأنا داخل دلوقتي أهو على الكوبري اللي بيفصل الطريق الصحراوي بعد كوبري محرم بيك. اللي الطريق يدخلني بالظبط كده على الموقف، طالع على الكوبري اللي يوديني لغاية الموقف. ويمكن شكل الشمس مع السحابة جميل جدا، والشمس في كبد السماء، والطقس يمكن تعدل شوية، يعني الصبح مش الصبح ده من الفجر، وكانت اسكندرية تحت مطرة شديدة جدا. ويمكن المتابعين على السوشيال ميديا شافوا ناس كتيرة جدا منزلين أماكن المية فيها عالية. يمكن النهاردة وقت صلاة الفجر اللي كانوا في المسجد طالعين محبوسين مثلا لمدة نص ساعة من شدة المطرة اللي كانت في فترة الفجر. أنا داخل دلوقتي على الطريق، أنا داخل على الموقف، يعني أنا ماشي دلوقتي. اللي من اسكندرية عارف بقى الموقف. يمكن الواحد بقى المواعيد دي حظي ان بتبقى الشمس في وشنا، يعني الشمس لو كانت في ظهرنا هتدينا اضاءة احلى. لكن الرحلة بتاعتنا، لان المباراة النهاردة الساعة 7 مساء وانا بتحرك دلوقتي اهو الساعة 4. بحب دايما ان انا اروح. اتعلمت الكلام ده من الكابتن ربنا يديله الصحة، كابتن ميمي الشربيني. كابتن ميمي الشربيني لما كان بيدرس لنا في البداية واحنا بناخد دورات التعليم الأولانية، قال لك أنا قبل المباراة بساعتين بكون في الاستاد عشان آخد الأتموسفير بتاع الجو. شفت ده وعرفت ده وكلمت ده، بيبقى عندي حصيلة قبل المباراة مين اللي موجود والشكل العام ايه، والمباراه ممكن بتفرق كتير قوي مع المعلق. وبقول لزمايلي اللي هم الجداد او اللي عايز يدخل سلك التعليق، هي طبعا بتاتي بموهبه، واللي حابب التعليق هيحب يعمل كل حاجه تنجحه. من ضمن الحاجات اللي تنجحك انك لابد انك تروح قبل المباراه بوقت كافي وتدخل. طبعا دلوقتي في قنوات بتنقل المباريات من الاستوديو، بقى صعب قوي. يعني اللي بيروح الملعب هو معلق اذاعه شباب الرياضه، او لو كان التلفزيون مصري، وكان بقى يعني التلفزيون مصري لما كان بين المباريات فكان بيبقى المعلق بالملعب. بتفرق كتير قوي لما يبقى المعلق بيعلق وهو قاعد في المدرج كاشف كل حاجه. لكن دلوقتي التعليق من الاستوديو بقى بيخلي المعلق كل معلوماته جايه له من الشاشه اللي قدام منه، يعني هو شايف الملعب زي الجمهور اللي في التلفزيون بالظبط. عكس زمان كنت تلاقي المعلق قاعد في الملعب بيقول لك في اليمين في ايه والشمال ده ايه، ودول بيسخنوا في حاجات دلوقتي الكاميرات ما بتجيبهاش. انما انت لو انت قاعد في الملعب وقلت حاجه هتلاقي المخرج على طول يروح رايح بالكاميرا. انت بتبقى دايما عين للمخرج. يمكن هذه الايام بيستفيد من الموضوع ده فعلا لما بنكون بنعلق على مباراه في الشباب والرياضه ومعانا الالياف بتاعه الفايبر، بياخدوا الخط بتوع الاذاعه من نفس عربيه الاذاعه الخارجيه، فمخرج المباراه بيسمع معلق الشباب والرياضه فبيشتغل معاه. الكلام ده طبعا بعض الزملاء المخرجين قالوا لي عليه، مش اعرفه بس قالوا لي احنا بنتابع المباراه وانت معانا. بيفرق قوي مع مع المخرج لما يكون المعلق بتاعه كاشف الملعب. انا عديت الموقف دلوقتي، وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت الشمس فيه كانت السماء اهي،
يعني مخليانا مش شايفين. على يميني ده الطريق اللي يودي الاباري الورديان. انا دلوقتي دخلت الطريق الدولي بتاع الفريق فؤاد ابو ذكري، وقبل كده شرحت لكم وقلت لكم من هو الفريق فؤاد ابو ذكري. ده كان قائد القوات البحريه وقت حرب اكتوبر، واحد من القيادات المحترمه جدا الله يرحمه. طبعا كل قياداتنا في القوات المسلحه اهل الضبط والربط ناس على اخلاق عاليه جدا، وناس كده كلها بتتعلم من المؤسسه العسكريه الالتزام والانضباط. وادي اهو لجنه اغاثه من اداره المرور بداوا يحطوا دلوقتي حاجات على الطريق كويس قوي. انا دلوقتي عديت من عند المفرق اللي يخليني انا كده يمكن يميني اهي دي بقى بشاير اللي هي اتعملت جديده، بشاير 3 و4، وهيبقى فيها داون تاون، هتبقى الداون تاون فيها. ولفيت اهو بجيب لكم الطريق، وهستكمل وهقول لكم على كل حاجه دلوقتي، بس هروح لنقطه تانيه. عجبني قوي في الطريق الخضره الجميله قوي اللي على الشمال دي. الشمس بدات تبقى يميني شويه، ويمكن حولت الكاميرا شمال سنه وخدت يمين الطريق عشان اوريكم شكل الطريق الدولي الجديد. يمكن رحلتي اللي فاتت يوم مباراة المصري والاتحاد السكندري كان في مطرة، وكان الطريق صعب قوي ان احنا نشوف اكتره. انما النهارده ما شاء الله طريق حلو. زي ما بقول المرة اللي فاتت، على جانبي الطريق ده ممكن تعمل اسكندرية جديدة. يعني الطريق ده اللي فكر فيه يعني بنقول له ربنا يبارك له. طريق جميل عملته القوات المسلحه بمهندسيها بشكل كويس جدا. نتمنى ان شاء الله مستقبلا جدا نشوف بقى ايه اسواق وبيوت وناس بتعمر هذه المنطقه. ده انت كده بتنقل اسكندريه، بتنقل يعني عايز احنا بنقول ايه اسكندريه شريط ساحلي. فكانت انك تاسيس عمارات جديده في اي اماكن كان بيبقى صعب قوي. لكن بعد ما اتعمل الطريق ده اعتقد ان على يمينه وشماله نقدر نعمل حاجه جديده ونفتح مجال لعمل وسكن، ويا رب تنزل اسعار السكن بقى لو بنينا في طريق زي دي، لان هيبقى المعروض بقى بشكل كويس. نروح لها المكان تاني. عايز استثمر بعض اللحظات اللي الشمس اختفت خلف السحب. شايفين شكل السحب؟ الله، منظر جميل، حاجه كده ممتعه. انا فاكر كنت في اسبانيا كنا بنركب القطر ونعدي في منطقه فيها سحاب، كانت بتبقى جميله جدا. احنا بلدنا احلى، بلا اسبانيا ولا اي حاجه، بلدنا مصر جميله جدا. هنا في جنب مني مخرج بيودي اهو اللوح اهي على اليمين اللي يدخل او يروح طريق العمريه كينج ماري ويخش الطريق الصحراء. وهنا في لوحه بتقول فاضل 50 كيلو على برج العرب. هدخل على منطقه جايه بقى فيها كوبري، دي بقى جميله جدا. في ايه؟ في مدخل يدخل على البطاش. زي ما قلت لكم الرساله اللي فاتت، انت عشان تروح العجمي من الطرق العاديه سكته صعبه جدا، فبنقول دايما كان الله في عون اللي ساكنين في العجمي. لكن بعد الطريق ده ما اتعمل بقت بتروح البطاش في دقايق. يعني انا لوحه قدامي اهي مكتوب عليها ميناء الدخيله ام زغو، دي اللي منها بتدخل يمين او في دخله تفريعه يمين دخلت منها عربيه قدام مني تحت الكوبري، في دخله يمين اهي الميناء الدخيله وام زغو. دي هي دي السكه اللي هتودي الى البطاش، بتدخل من ظهر شركه الحديد والصلب. وانا عديت من تحت الكوبري اهو، وهكمل بقى سكتي ليه عشان اروح واخرج المخرج بتاع الطريق الصحراء. عجبني المجموعات اللي تحت الكباري بتاعت إدارة المرور. الله، حاجة كده يعني بتطمن الناس
اللي موجوده على الطريق الدائري لغايه ما يبقى فيه بقى هنا ايه خدمات. لان بقول لكم في الطريق ده فيه مشكله ان لا قدر الله واحد عربيته كويسه بس عجله ضربت وميعاد متاخر. فالطريق ده يعني انا بناشد المسؤولين يا ريت كده نبدا نعمل حاجات كده صغيره فيها اغاثه. يعني انا اهو شايف يعني لسه بتكلم في الموضوع ده، ادي عربيات واقفه بتدور عربيتين، يبدو ان عربيه منهم فيها مشكله والعربيه الثانيه بتحاول معاها. يعني اديني اهو وصلت طريق الخدمات اللي هيدخلني على الاستاد. شايف وانا في الطريق اجراءات امنيه مشدده. طبعا اي مباراه طرفها دايما النادي الاهلي او نادي الزمالك بيكون فيه تحضيرات امنيه كبيره نظرا لان الناديين جماهيرهم كبيره جدا. وانا داخل اهو يمكن ممكن يظهر على الشمال باين اهو شكل الاستاد من بره. طبعا صرح رياضي كبير، هو ترتيبه الثاني على افريقيا والسابع على العالم من حيث المساحه. لكن دلوقتي حاليا يمكن شفت الصور الايام اللي فاتت للاستاد اللي بيتعمل في العاصمه الاداريه هيتخطاه، هيبقى 92,000 واعتقد ده هيبقى نمره واحد في افريقيا. انا داخل على البوابه هوقف بقى ايه التصوير عشان يعني لحظات بعد الاجراءات الامنيه الجميله السهله دخلت اهو داخل حرم الاستاد. وانا جاي شايف جموع من جماهير الاهلي هيدخلوا من البوابات اللي هي 5 و6، لان باب 5 و6 دول اعتقد الاهلي هيقعدوه ناحيه الشمال النهارده طالما هم وقفوا هناك. لان الايام اللي فاتت كنت بلاقي الاهلي بيجي في اليمين، انما النهارده عشان المباراه مباراه الاهلي من حقهم يقعدوا في الحته اللي هم عايزين يقعدوا فيها، زي ما كنت عرفت قبل كده من اداره الامن هنا في استاد برج العرب. استاد جميل، مساحاته حلوه، باركينج في كل مكان. ادي الناس هي بتتوافد اللي هي تبع اللجان. الناحيه الثانيه زي ما بقول لكم بقى قدام قوي باب 5 و6. طبعا انا هدخل الجراج بتاع العربيات تحت اللي بيدخل منه اللاعبين والاعلام، ده قصاد باب 4 اللي بيدخل منه الفرق، انما 5 و6 بعدينا قدام. دي البوابات اللي بيدخل منها الجماهير وخاصه جماهير الاهلي. العب سايبك انا ليه؟ معلش. طيب معايا برضه. طيب انا دكتور علاء متولي معلق المباراه. اتفضل. ادي بتاع الامن اهو. لازم كله هنا بره طبعا الداخليه، انما هنا وزاره الدفاع لان المكان طبعا هم وادي اهو. داخله بتاعه الباركينج. طبعا النهارده ممكن الاقي الباركينج مليان قوي، كل مره ليا مكان بقف فيه او شكلها كده. النهارده مسحوبه اهي من بدري، بس هقف برضك يعني هلاقي مكان بقف فيه. وادينا هو وقفت بين عربيتين بدل المكان اللي كنت بقف فيه. كويس الحمد لله اني لقيت لي مكان. هنتقل بقى الى داخل الاستاد. وصول فريق الاهلي الان، وادي كولر شفنا كابتن سيد عبد الحفيظ ومدرب حراس المرمى، وادي الطاقم الطبي علي معلول بيظهر اهو. باقي لاعبي النادي الاهلي بنتابعهم سويا وهم داخلين ارض الملعب. وادي مروان في اول ظهور له.